مساكم الله بالخير وحياكم مشاهدي أكشن. وصلتني عدة استفسارات عن الكابتن سارة، وحابة أن أنا أوضح معلومة للمرة الأخيرة إنه الكابتن سارة انتقلت للسيتي ومن يوم الأحد الماضي. أطلع العناوين. جدة يونايتد ينتصر على السيتي، ما لها إلا نسوانها. ومباراة مثيرة تنتهي بماعة الشوش. ورئيسة جدة يونايتد في تصريح ناري: عسكرنا للمباراة في كوافير. في مباراة دورية انتصرت جدة يونايتد بهدف نظيف على جدة سيتي. واو واو الله، مرة نايس، مرة كيوت هالحركة. اوه نوني زت الكورة. اوه جول. بعد المباراة صرحت رئيسة جدة يونايتد انه المنافسة مع السيتي انتهت، وانهم كانوا في معسكر الفريق، كانوا في كفيرة حيث تم عمل مانيكير وبيديكير لزوم الكشف، وانهم دخلوا على المباراة كأنهم بعرس. تعليقك أميرة. مساء الخير. أولاً الفقرة 15 تقسيم باء في السطر الأول من الصفحة الأولى من نظام الاتحاد تنص على منع دخول اللاعبة بمناكير. وفي بيان أصدرته رئيسة السيتي بأنها وأثناء مرورها على الكوافيرة بالمصادفة شاهدت الحكم مع لاعبات اليونايتد في الكوافير، وهذا ما يفسر تجاهلها لضربة الجزاء، وبأنها تملك CD رفعته للجنة الانضباط فيه فيديو يظهرنا لاعبات اليونايتد وهن يضعن المناكير بين الشوطين على بنش الاحتياط. السؤال الآن زميلتي سمر، ماذا ستفعل رئيسة لجنة الانضباط وهي أمام محك حقيقي مو بقراطيس؟ طبعا أعزائي المشاهدين، الزميلة أميرة تعبر عن رأيها الشخصي ووجهة نظرها وليس وجهة نظر البرنامج. وأنا أستغرب حقيقة من الحكم كيف سمحت لها بالمشاركة، يا لكن أميرة، على ما يبدو ضعف شخصية وجهل يا أميرة اقطع الصوت، اقطع الصوت.